معظمنا يسمع عن الرصد ودايما بنلاقيه مرتبط بالمقابر الفرعونية، ودوت بيبقى السحر المدفون او اللعنة اللي بتصيب اي حد بيدخل المقابر ديت عشان يسرق الكنوز اللي جواها. لكن اللي هحكي لكم عليه النهاردة مختلف عن اي حاجة سمعتوها قبل كده، وملهوش بقى اي علاقة ولا بالفراعنة ولا بالمقابر الفرعونية. قصتنا النهاردة من حكايات المتابعين، وهي مستوحاة من احداث حقيقية. وبقول مستوحاة من احداث حقيقية لان انا مش متأكد من اللي هحكيه دوت ان هو ممكن يحصل بجد ولا لا، بس انا بقى هستنى رأيكم في الكومنتات. صاحبة قصتنا بتقول: عمرك سمعت قبل كده ان في حد اتصاب بالرصد؟ للأسف انا حصل لي كده يا سليمان، وحابة بس قبل ما ابدأ القصة بتاعتي اعرفك يعني ايه شخص مرصود. الرصد يعني ان في كيان من العالم السفلي بيسيطر عليك بقوة كبيرة جدا، بيسيطر عليك بطريقة انت حتى مش ممكن تستوعبها، لدرجة انه ممكن يخليك ما تسمعش حتى كلام ربنا. انا كنت بكافح عشان اسمع القرآن او حتى الأذان، لكن ما كنتش عارفة خالص، وده لانه كان مستحوذ عليا بالكامل. انا اسمي هبة، عندي 28 سنة، انسانة عادية جدا ومتزوجة، وكانت حياتي مستقرة جدا لحد لما سكنت في الشقة الملعونة ديت، واللي حرفيا شقلبت لي حياتي كلها. الموضوع ابتدى لما قررت انا وجوزي ننقل ونشتري شقة جديدة بدل اللي احنا مأجرينها، وده عشان حياتنا تبقى مستقرة. ابتدينا ساعتها ندور في كل حتة عشان نلاقي شقة مساحتها محترمة وفي مكان كويس، وفي نفس الوقت تبقى مناسبة لإمكانياتنا المادية. وبعد عناء ولف كتير لقينا بالصدفة إعلان متعلق على بلكونة في عمارة، موقعها كان حلو جدا، مكتوب على الإعلان دوت شقة للبيع بسعر ممتاز. أنا قلت لفارس ما نكلم الرقم دوت، قال لي بس الشقة دي شكلها تبقى أغلى من اللي معانا بكتير. قلت له كلمه، مش هنخسر حاجة، نجرب. في ساعتها فعلا فارس راح متصل بالرقم اللي كان موجود على الإعلان، والغريب بقى ان هو بمجرد ما كلم الراجل راح يقول له استنى عندك، ما تتحركش، انا جاي لك على طول. قال له طب قول لي بس عرفني السعر. قال له لا لما اجي لك مش هنختلف. وفعلا في اقل من ربع ساعه لقيناه واقف قدامنا. كان راجل كبير شويه في السن، يعني تقريبا ممكن يكون في اواخر الخمسينات. الراجل دوت كان اسمه الحاج كامل، بس انا معرفش اول لما شفته كده ما استريحتلوش، معرفش ليه، بس ما اهتمتش لان كل اللي ما بينا هو عباره عن بيعه وشروه ومش هنتقابل مع بعض تاني. طلعنا اتفرجنا على الشقه وعجبتنا جدا. الشقه مساحتها 200 متر، كانت واسعه جدا وشبابيكها كلها بحري، وفوق كل ده بقى كانت كمان متوضبه، يعني يا دوبك هنحط فيها عفشنا. قلنا له طب جميله بقى قوي يا حاج كامل الشقه ديت، سعرها كام؟ قال لنا بصوا الشقة ديت آخرها 85,000 جنيه. أنا أول لما قال لنا كده اتصدمت، 85,000 جنيه إيه؟ 85,000 جنيه كان رقم كبير جدا وقتها، بس موقع ومساحة الشقة يسووا أكتر من كده بكتير. يعني شقة بالمواصفات ديت وفي المكان دوت تسوى بالميت 170-180,000 جنيه، يعني تقريبا ضعف المبلغ اللي طالبه. قلت له ساعتها هو أنت عايز تبيع الشقة دي ليه يا حاج كامل؟ قال لي بص حضرتك، انا ابني مهاجر بره مصر وعايز ابيعها عشان هروح اعيش معاه. انا عارف ان انا عارض الشقه دي بسعر قليل، بس انا عامل كده عشان انجز في بيعها، انا المفروض اسافر اخر الاسبوع دوت. فارس في ساعتها قال له بص يا حاج احنا موافقين، ونزل جاب عقد ابتدائي ومضاه لحسن يغير رايه. وتاني يوم الصبح بدري اخدنا الحاج كامل ورحنا عشان نسجل الشقه في الشهر العقاري، وفي نفس اليوم دوت برضو نقلنا عفشنا كله. انا ما بقتش مصدقه، كل حاجة حصلت بسرعة غريبة، وكنت ساعتها مبسوطة وطايرة من الفرحة. بس فارس ما كانش زيي، كان متضايق، وده كله عشان انا كتبت الشقة باسمي، وهو بقى كان عايزها تتكتب باسمه، بالرغم من انه ما دفعش فيها ولا مليم. وكل اللي اتدفع في الشقة ديت كان ورثي من فلوس امي الله يرحمها اللي سابتها ليا بعد ما ماتت. ومع ذلك انا حاولت على قد ما اقدر ان انا امتص غضبه، بقيت عمال احاول اصالحه واتكلم معاه عشان انسيه الموضوع، لكن هو ما كانش متقبل اي كلام مني، وبقى عمال يقول لي يعني انا منظري ايه دلوقتي قدام الجيران لما واحد بتاع كهرباء ولا بتاع غاز يسيب الايصال بتاعنا على الباب، والجيران بقى يعرفوا من الوصل دوت او من اللي جاي يسال ان الشقه ديت باسمك، يقولوا عليا ايه مش عارف اكفي بيتي. فضل يضغط عليا وانا احاول اهديه لحد لما فاض بيا. قلت له امال انت عايزني اعمل ايه؟ اضيع فلوسي وفلوس امي واديها لحضرتك؟ قال لي هو انك تكتبي الشقه وتامنيني على فلوسك يبقى انت كده بتضيعيها؟ قفش ساعتها وقال لي انا مش هنام معاكي في مكان واحد،
وطلع نام على الكنبه بره وكسر فرحتي في اليوم دوت. وبقى كل يوم يرجع من الشغل يغير هدومه وينزل يقعد مع اصحابه على القهوه، ويرجع بالليل بقى ينام بره في الصاله على الكنبه، وانا بقيت قاعده ما بين 4 حيطان ومش لاقي حد اتكلم معاه. لحد لما بالصدفه اتعرفت على جارتي اللي ساكنه قدامي، مدام نهد جارتنا. كانت ست باين عليها ان هي طيبه قوي وحنينه ووحيده. جوزها وابنها ماتوا في حادثه عربيه وسابوها لوحدها. كانت بتجيلي تقعد معايا وتسليني ونرغي مع بعض بالساعات، والدنيا كانت ماشيه. لحد لما تاني اسبوع ابتديت الاحظ حاجات غريبه بتحصل لي، زي لخبطه كده ما بين الحمام والمطبخ. يعني كل ما اجي ادخل المطبخ واخرج منه واحاول ارجع له تاني الاقي نفسي في الحمام، والعكس برضه. لما اجي رايح الحمام ابص الاقي نفسي رحت المطبخ. انا ما حطيتش في دماغي وقلت اللخبطه ديت حاجه طبيعيه لاي حد بيسكن في مكان جديد عليه، او يعني لسه مش واخد عليه. بس الموضوع دوت اتكرر معايا اكتر من مره، لدرجه ان انا بقيت اقف في الطرقه شويه كده واحاول انبه نفسي المطبخ فين والحمام فين. بعدها ب3 ايام كده على الساعه 3 الفجر ابتديت اسمع صوت دبدبه وخبط وجري جامد كان جاي من الشقه اللي فوقينا. واضح ان هم عندهم اطفال كتير، بس الموضوع ده بقى كان في قمه قله الذوق، لان هم كانوا بيفضلوا يلعبوا ويدبدبوا لحد الفجر. واصبح الموضوع دوت يومي. الساعة 12 بالليل يبدأوا اللعب ويخلصوا مع أذان الفجر. أنا فكرت أكتر من مرة أطلع وأخبط عليهم، بس كنت بقول خلاص هو فاضل أسبوع والدراسة هتبدأ وكل الأطفال ديت هتنام من بدري، فمفيش داعي بقى إن أنا أعمل مشاكل مع الجيران وأنا كمان لسه ساكنة جديد. في الأسبوع الرابع اتصالحت أنا وفارس جوزي وتعاتبنا، وفهمته إن أنا ولا مخوناه ولا حاجة، بس قلت له يعني محدش ضامن عمره، وإحنا كده كده فارس لسه ما عندناش عيال، فلو لا قدر الله حصل لك أي حاجة عيلتك كلها هتورث في الشقة دي، وانا ساعتها مش هقدر افتح بقي وممكن يطالبوني كمان ان انا ابيعها، وده عشان ياخدوا حقهم ومحدش عارف بكره مخبلنا ايه. فارس اقتنع وراعى تخوفاتي ديت، والحمد لله اتصالحنا وبقى بينام معايا في الاوضه. في الاسبوع الخامس الدب ما وقفش زي ما انا توقعت، بالعكس ده زاد، وبقينا نسمع كمان صوت تحريك عفش وحاجات بتتكسر وتهبيط جامد على الارض. ومش كده بس، ده الدوشه دي كمان بقت مستمره لبعد الفجر بساعه. الصراحة ما كنتش عارفة انام من الخبط دوت ولا انا ولا فارس، لحد لما فارس قال لي اطلعي كلميهم بكرة وعرفيهم ان في بني ادمين ساكنين تحتهم واننا ما بنعرفش ننام لحسن يكونوا فاكرين الشقة دي لسه فاضية. وفعلا تاني يوم اول لما صحيت من النوم طلعت على الشقة اللي فوقينا، فضلت اخبط وارن الجرس بتاع الشقة لكن محدش فتح لي، وما كانش فيه كمان اي صوت جوه الشقة. كان من الواضح كده ان هم خرجوا بدري. بعد الظهر طلعت تاني عشان اخبط على الشقة لكن ما كانش فيه حد بيرد، وعلى الساعة 8 بالليل طلعت اخبط تاني لكن برضه ما كانش فيه حد بيرد. قلت كويس يمكن مبيتين بره النهارده. في اليوم دوت بالليل على الساعة 11 دخلت انام انا وجوزي، ويا دوبك اول لما عينينا ابتدت تغفل وخلاص كنت هروح في النوم، الساعة 12 بالثانية الدب والخبط دوت ابتدى تاني. جوزي صحي من النوم وقال لي هو انا مش قلت لك يا هبة الصبح تطلعي وتتكلمي معاهم؟ يعني انا انام ازاي دلوقتي؟ قلت له والله العظيم طلعت لهم 3 مرات ومحدش فتح لي. قال لي بقول لك ايه، انا لو طلعت لهم دلوقتي هعمل جناية. قلت له طب خلاص يا فارس انا بكره هتصرف. وفعلا تاني يوم الساعة 8 الصبح قلت اطلع اخبط عليهم قبل ما ينزلوا ويروحوا في اي حتة، لكن لما خبطت عليهم برضو محدش فتح. فضلت اخبط عليهم ورن الجرس لمدة حوالي نص ساعة لكن محدش كان بيرد. نزلت وانا متعصبة جدا، بس اتفاجئت بمدام نهد ان هي واقفة وفاتحة باب شقتها وقاعدة بتبص على شقتي وعمالة تقول تعالى عيب كده. نزلت بالراحة كده ابص على باب شقتي عشان اشوفها بتكلم مين. لقيت قط اسود كبير واقف على عتبة باب الشقة بتاعي وحاطط فردة شبشب من شباشب جوزي اللي بيسيبهم بره الشقة في بقه، وعمال يعض فيها بسنانه ويلعب بيه. اول لما شافتني قالت لي معلش انا اسفة يا بنتي، اصل هو مش ده كده، بمجرد ما افتح الباب بيطلع يجري ويجريني وراه، ومش عايز اقولك بقى مش سايب شبشب من شباشب العمارة غير ومطلع عينه. قلت لها وانا بضحك لا مفيش حاجة يا طنط عادي. قلت لها بقولك صحيح يا مدام نهد هي الناس اللي ساكنه فوقينا دول بيجوا امتى ويمشوا امتى؟ انا من امبارح عمال ارن عليهم جرس باب الشقه واخبط ومفيش حد بيفتح. قالت لي هو انت عايزه ايه من الشقه اللي فوقيك يا هبه؟ قلت لها عايزاهم يبطلوا خبط ورزع، انا بجد مش عارفه انام ولا انا ولا جوزي من ساعه ما جينا. كل يوم الساعه 12 بالليل بالظبط العيال تقعد تجري وتدبدب وهم يقعدوا يشيلوا ويحركوا في العفش. قالت لي شقه مين اللي عمالين يخبطوا؟ قلت لها في يا مدام نهد ما بقولك الشقه اللي فوقينا على طول. قالت لي انت مفيش حد ساكن فوقيك يا هبه. قلت لها مفيش حد ساكن فوقينا ازاي؟ قالت لي الشقه اللي فوقيكوا ديت مقفوله بقالها 3 سنين. قلت لها ازاي الكلام ده؟ امال ايه صوت الخبط والدوشه اللي بسمعها انا وجوزي كل يوم ديت؟ بعدين ده زي ما يكون حد بيجري. قالت لي ازاي بس يا حبيبتي، انا بقول لك مفيش حد فوقك انا متاكده.
قلت لها طب تفتكري ممكن يكون حرامي؟ قالت لي لا حرامي ايه بس، هو في حرامي برضه هيقعد يجري ويدبدب وهو بيسرق؟ ده حتى يبقى اهبل قوي. قلت لها لا حول الله يا رب، ما لو ما فيش حد فوقينا امال ايه الصوت اللي احنا بنسمعه كل يوم ده؟ قالت لي طب ما يمكن الكلاب بتجري على السطوح وبتوقع الكراكيب اللي فوق. قلت لها معقوله؟ طب وتعمل الصوت ده كله؟ قالت لي تعمل. ما تعملش ليه؟ ما انت ساكنه في الدور اللي قبل الاخير. قلت لها طب يعني معنى كده ان انت كمان بتسمعي نفس الاصوات ديت يا مدام ناهد؟ قالت لي لا لا لا، ده انا بنام سطيحه، يعني لو البيت اتهد فوقيا انا مش هسمع حاجه، جربي انت بس تبقي تنامي بدري ومش هتسمعي اي حاجه. قلت لها خلاص ماشي. سبتها ودخلت شقتي وانا مش مقتنعه بولا حرف من اللي قالته لي. الموضوع دوت ما كانش ليه تفسير منطقي. استنيت لحد لما جه جوزي وحكيت له كل اللي حصل، وكان رد فعله غريب قوي. قال لي طب والله كلامها منطقي، وممكن كمان الخبط دوت يكون جاي من الشقه اللي في العماره اللي جنبينا، مع العماره ديت لازقه برضه فينا قوي. وبعدين على العموم يا هبه هو ما كانش جامد قوي يعني. قلت له هو ايه اللي ما كانش جامد يا فارس؟ ده انت ما كنتش عارف تنام ساعتين على بعض، وبعدين ده انت اللي كان محروق دمك وكنت متعصب جدا ساعتها. قال لي توترك وخوفك هم اللي كانوا معصبيني ومخليني مش عارف انام. على العموم كبري دماغك، احنا نبقى نخش ننام بدري زي ما مدام ناهد بتعمل. وسابني فعلا ودخل ينام في اليوم دوت بدري. انا ما بقتش مستوعبه رد فعله الغريب دوت. دخلت عشان انام جنبه بدري، بس طبعا ما جاليش نوم، كنت عمال اتقلب في السرير من كتر القلق. وبعدين بصراحه ما اعرفش كده انا من جوايا ما كنتش مستريح، كنت حاسه بحاجه غريبه كده في الشقه ديت، ونفسيا كده بقيت قافله من المكان. بعد شويه ابتديت اغفل ولسه كنت هروح في النوم، صحيت مفزوعه على صوت الخبط والرزع اللي كان جاي من فوقيا، كان زي ما يكون حد بيهد السقف فوق دماغنا. حاولت اصحي فارس لكن فارس كان رايح في 7 نومه. فضلت نايمه على السرير وانا مش عارفه اعمل ايه. بعد شويه ابتديت احس بصوت خطوات تقيله جاي من الصاله بره. صوت الخطوات ديت كان بيقرب واحده واحده من الاوضه، وبعد شويه بعد تاني، بقى كل شويه يقرب من الاوضه ويبعد تاني، يقرب من الاوضه ويبعد تاني. انا كنت مرعوبه لحسن يكون في حرامي في الصاله، فقمت من على السرير كده بالراحه واستنيت لحد لما بعد عن الاوضه. طلعت من الاوضه بسرعه وانا بقرب من الصاله برضو بالراحه، واول لما وصلت للصاله رحت منوره النور في ساعتها، بس ما لقيتش حد. ما كانش في حد في الصاله غيري، واللي استغربت منه اكتر هو ان صوت الخبط والرزع اللي كان جاي من فوقينا برضه وقف تماما. انا قلقت جدا وبقيت عمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ودخلت الاوضه وقلت اكمل نوم، بس سبت نور الصاله مولع. بعد شويه فارس صحي من النوم عشان يدخل الحمام. لما رجع قال لي انت ليه سايبه نور الصاله كده مولع؟ انا مش هعرف انام كده، نور الصاله دوت داخل على الاوضه. قلت له بقول لك ايه يا فارس، انا من شويه كده سمعت صوت حد بيمشي في الصاله. قال لي حد بيمشي في الصاله ازاي؟ استنى اما اطلع اشوف فيه ايه. وطلع يجري على بره وبقى عمال يلف في الشقه كلها، دخل كل الاوض عشان يتاكد ان مفيش حد في الشقه، حتى المطبخ والحمام دخلهم. بعدها رجع وقال لي مفيش حد في الشقه كلها يا هبه غيرنا. قلت له والله العظيم انا كنت سامع صوت حد بيمشي بره. قال لي طب ما انا قلبت الشقه كلها قدامك اهو مفيش حاجه. بص يا هبه كل اللي انت فيه دوت تهيؤات بسبب الخوف اللي زايد في دماغك، اهدي كده وما تركزيش ونامي الله يكرمك، انا ورايا شغل بكره. قلت له طيب خلاص ماشي، بس برضه ما تطفيش نور الصاله. قال لي يا سلام، طب وانا انام ازاي دلوقتي والنور ضرب في عيني؟ قلت له بص انا هوارب باب الاوضه عشان النور ما يخشش. وفعلا وردت الباب ونمت على السرير وبقيت عمال اراقب الباب. بعد ساعه كده ابتديت اسمع صوت الخبط والدبدبه والجري رجع تاني، وفي نفس الثانيه ديت شفت خيال بتاع شخص معدي من ورا الباب بتاع اوضه النوم اللي انا كنت موارباه. الخيال دوت كان عمال يروح ويجي من ورا الباب، وبعد شويه ابتدى يجري بسرعه كبيره، يروح ويجي لحد لما مره واحده وقف ورا الباب ومبقاش بيتحرك. انا بقيت حاسه ان قلبي هيقف من الرعب. قمت من على السرير ونزلت وقفت في مكاني ووطيت عشان ابص من تحت عقب الباب وانا بعيد عن الباب، واتفاجئت ان انا شايفه رجلين شخص شكلها مرعب، كان لونهم احمر غامق في اسود، وجلدهم كان متشوه زي ما يكونوا كانوا محروقين بصوره بشعه جدا. انا بقيت واقفه متجمده في مكاني من كتر الرعب، بقيت ولا عارفه اتحرك ولا حتى اصوت، بس كنت بعيط من جوايا من غير صوت، كنت عامله بالظبط زي المشلوله ساعتها. فضلت كده لحوالي ثانيتين 3 مش عارفه اعمل اي حاجه، لحد لما مره واحده رحت مصرخه. في اللحظه ديت جسمي كله اتنفض وكأن الحياه رجعت لي من تاني. نطيت فوق السرير وبقيت عمال اصحي فارس بطريقه هستيريه، ما كنتش بقول له غير جمله واحده: اصحى الراجل المحروق بره، اصحى الراجل المحروق بره. فارس قام من نومه وهو مخضوض وبيقول لي ايه في ايه؟ اللي حصل فيه ايه؟ فين الراجل اللي بتقولي عليه ده؟ كنت عمال اعيط وانا بشاور له على الباب.
قام بسرعه نط من على السرير وفتح الباب بس ملقاش حاجه، وبقى عمال يجري في كل حته في الشقه زي المجنون، لحد لما بعد 10 دقايق ربع ساعه كده لقيته راجع لي وبيقول لي انا عايز افهم في ايه بالظبط. قلت له وانا ببلع ريقي بالعافيه انا شفت خيال بيجري من ورا الباب، ولما قمت فارس راح مقاطعني قال لي خيال ايه وزفت ايه على دماغك بس، في ايه يا هبه؟ والله العظيم ما في حاجه بره يا شيخه، ده انا كان قلبي هيقف وانت بتصحيني. قلت له وانا منهاره ومرعوبه انا متاكده ان انا شفت رجلين حد من ورا الباب. فارس اتعصب اكتر وقال لي ما فيش حد بره يا هبه، هقول لك تاني، كل اللي بتسمعيه وبتشوفيه دوت تهيؤات، خيالات كلها من دماغك. ابوس ايدك بلاش تعيشينا في توتر اكتر من كده، انا اصلا مش ناقص. اتفضلي نامي بقى عشان انا عندي شغل بكره كتير وهصرف مرتبات، فلوس الناس كلها بتبقى في ايدي وغلطه واحده هتكلفني كتير وانا مش ناقص. وراح مديني ظهره وهو متعصب ومتغطي ونايم. انا في اليوم دوت معرفتش انام خالص، وعيني ما نزلتش من على باب الاوضه لحد لما الصبح طلع والنور ابتدى يدخل من ورا الشيش. ساعتها بس رحت في النوم. لما صحيت لقيت الساعه عدت 12 الظهر. طبعا فارس كان نزل الشغل. قمت من على السرير كده وانا بحاول انسى اللي حصل امبارح. كنت بقنع نفسي ان كل ديت مجرد تهيؤات زي ما فارس قال لي، وان كل دوت فعلا ممكن يبقى بسبب الارهاق وقله النوم. بعد شويه كده قمت من على السرير عشان ادخل الحمام واغسل وشي، بس وانا ماشيه في الطرقه ورايحه على الحمام ابتديت اسمع صوت همسات، ولما ابتديت اركز كان صوت زي ما يكون حد بيتكلم مع حد في الحمام. ابتديت اقرب من الحمام بالراحه واحده واحده، وكل لما كنت بقرب اكتر كنت بلاحظ ان صوت الهمسات دوت بيقل ويختفي، وابتديت اسمع مكانه صوت عياط مكتوم، كان زي ما يكون صوت ست بتعيط في الحمام. اول لما وصلت لباب الحمام وقفت جنبه ولسه بقرب دماغي كده واحده واحده عشان اشوف مين اللي جوه او الصوت ده جاي منين، لقيت الباب اتهبد مره واحده في وشي، لدرجه ان انا حسيت ان الباب كان هيتخلع من مكانه. وقفت مكاني وانا مرعوبه وحطيت ودني على الباب، كنت عايز اتاكد من الصوت اللي انا سمعته دوت واشوف في حد جوه ولا لا، بس ما سمعتش اي حاجه. استجمعت كل قوتي كده وحطيت ايدي على الاكره وفتحت الباب، بس الدنيا في الحمام كانت ضلمه كحل بالرغم من اننا كنا الظهر. انا كنت حرفيا مش شايفه اي حاجه جوه الحمام دوت، ده حتى ما كانش فيه بصيص نور جاي من شباك الحمام. لسه هدخل عشان انور النور سمعت صوت عياط مكتوم وواطي، فوقفت مكاني وانا بحاول اتاكد من اللي سمعته، بس صوت العياط دوت ابتدى يزيد تدريجيا وبقى عمال يعلى. وقفت على باب الحمام وانا عمال ادخل ايدي واحاول ادوس على زرار النور عشان اشغله لحد لما وصلت له، بس لما جيت ادوس عليه لقيته مش شغال. صوت العياط دوت انا كنت سامعاه جاي من حته في الحمام بس ما كنتش قادره احدد مصدره، بالرغم من ان انا كنت بموت من الرعب. بس معرفش ليه لقيت نفسي دخلت الحمام وقاعد الف في الارقام بتاعته وقاعد اقول لي انت فين؟ ما تخافيش انا موجوده هنا، قولي لي بس انت فين، انا مش شايفاكي. في نفس اللحظه ديت حسيت بجسم طويل كان بيتجسد قدامي ولونه كان اسود من الضلمه نفسها، وده اللي حدد شكله. راح موطي وابتدى يهمس في وداني وقال لي انت هتموتي يا هبه، هتموتي هنا زي اللي قبلك. انا اول ما سمعت الجمله ديت قلبي وقع في رجليا وبقيت عمال اصوت واصرخ، وطلعت اجري من الحمام ومن الشقه كلها، وبقيت عمال اخبط وهبد على باب الشقه بتاع مدام ناهد وانا منهاره في العياط. واول ما فتحت اترميت في حضنها وانا بعيط ومش عارف اجمع جملتين على بعض، وهي بقت عماله تطبطب عليا وتقولي طب اهدي، طيب في ايه اللي حصل؟ بعد ربع ساعه كده كنت هديت شويه. قلت لها في حد في الحمام جوه. قالت لي حد في الحمام ازاي يا بنتي؟ قلت لها معرفش. قالت لي طب حرامي يعني؟ قلت لها لا مش حرامي، حاجه كده اعوذ بالله، يعني حد طويل جدا ولونه اسود وشكله غريب. مدام ناهد دخلتني شقتها وقالت لي طب استني هنا يا بنتي عقبال ما اشوف في ايه، ودخلت الشقه بتاعتي وغابت لدرجه ان انا قلقت عليها، ورحت على الشقه وابتديت انده عليها من بره. لقيتها طالعه لي وقالت لي معلش يا بنتي لفيت الشقه كلها، انت عارفه برضه انا صحتي على قدي، بس انا ما لقيتش اي حاجه. قلت لها طب انت دخلتي الحمام؟ قالت لي اه طبعا دخلت الحمام، ده اول حاجه دخلتها. قلت لها طب ما يمكن ما شفتيش حاجه عشان النور مش شغال والدنيا كانت ضلمه. قالت لي النور ايه اللي مش شغال؟ ما انا نورت النور يا بنتي وما شفتش حاجه. قلت لها هو النور شغال؟ قالت لي اه طبعا شغال، استهدي بالله انت بس كده وشغلي قرآن في الشقه وكل حاجه هتبقى زي الفل. واخدتني ودخلتني شقتي تاني وشغلنا قرآن، وفضلت قاعده معايا لحد لما فارس جه. فارس اول لما شافني ولقى وشي مخطوف وقاعده مع مدام ناهد قال لي هو في حاجه يا هبه مالك؟ حكيت له اللي حصل. بص لمدام ناهد وقال لها طب انت يا مدام ناهد لما دخلتي الشقه لقيتي اي حاجه من اللي هبه بتقول عليها ديت؟ قالت له الصراحه لا يا ابني،
فارس بصلي وقال لي مش انا قلت لك يا هبه ان كل اللي انت فيه وبتشوفيه دوت هو تخيلات من دماغك بسبب قلقك الزياده دوت طول الوقت؟ بعدها راح قايل لمدام نهد معلش والله احنا تعبنا حضرتك، هي هبه بس عشان المطرح جديد عليها فمتوتره شويه. فارس كان بيكلمها بطريقه وحشه وزي ما يكون كان بيطردها بالذوق. مدام نهد قامت وقالت لي طب خلاص يا بنتي انا همشي بقى انا دلوقتي، بس لو احتجتي اي حاجه يا هبه يا بنتي انا بيتي مفتوح ليكي في اي وقت. وافتكري بس زي ما قلت لك اهم حاجه هي انك تفضلي على طول مشغله قران في البيت. بعد لما مشيت على طول لقيت فارس بيديني برطمان اصفر وبيقول لي خدي يا هبه برشامه من الدواء دوت كل يوم مرتين، مره اول لما تصحي ومره قبل ما تنامي. قلت له هو ايه يا فارس البرشام ده؟ قال لي ده مهدئ، واحد صاحبي دكتور هو اللي قال لي عليه. انا فعلا اخدت منه برشامه ودخلت انام، ولما صحيت لقيت نفسي احسن وانتظمت في العلاج دوت. ومن يوميها مدام ناهد ما سابتنيش، بقت كل يوم تجيلي وتقعد معايا شويه وتمشي قبل ما فارس يجي على طول. وفعلا اتحسنت. عدى يومين بالظبط ما كنتش بشوف ولا بسمع اي حاجه، لحد لما في اليوم الثالث نزلت اجيب طلبات للبيت من البقال اللي جنبي، والحاجات كانت كتير. فقلت له معلش ممكن تخلي اي حد من اللي عندك يبقى يطلع لي الطلبات ديت على الشقه؟ قال لي من عيني، ممكن بس تكتبي لي العنوان هنا اهوت وانا نص ساعه كده واخلي اي حد يطلعها لك عشان ما عنديش حد دلوقتي. قلت له لا عنوان ايه ده، انا ساكنه في العماره اللي في وشك ديت. قال لي معقوله؟ قلت له اه انا شقتي هنا اهو في الدور الرابع. قال لي انهي شقه؟ انت قصدك شقه مدام ناهد؟ قلت له لا انا ساكنه في الشقه اللي في وشها. انا اول لما قلت له كده وشه قلب، قال لي شقه فتحيه؟ قلت له فتحيه مين؟ انت قصدك شقه الحاج كامل. قال لي طب بصي معلش يا ست هانم انا الصبيان اللي عندي كلهم بعتهم مشاوير كتير النهارده وغالبا كده محدش هيعرف يجيلك، وبعدين ده هما شنطتين مش طوال يعني تعرفي تشيليهم. قلت له في يا عم سعيد انا مش هقدر اشيل كل دوت. ما ردش عليا وبقى ماسك اجنده وقاعد يكتب فيها وعامل نفسه مشغول كانه مش عايز يبص لي في عيني. سبته وانا دمي محروق واخدت الشنطتين وشلتهم بالعافيه لحد لما وصلت لباب العماره بتاعتي. سبتهم في المدخل ورحت العماره اللي جنبنا وندهت على العم بدوي عشان عمارتنا ما كانش فيها بواب. لما جالي قلت له معلش يا عم بدوي ممكن بس تساعدني عشان معايا شنطتين تقال ومش هعرف اطلعهم لوحدي. عم بدوي نده على ابنه قال له خد يا رضا تعالى. رضا دوت كان عنده حوالي 12 13 سنه. قال له شيل مع الاستاذه الحاجات اللي معاها واطلع بيها للدور الرابع. الواد قال له هي فين الحاجه دي يا ابويا؟ قال له دي في العماره اللي جنبينا. قال له العماره اللي جنبينا الدور الرابع؟ انا مش طالع في حته يابا. عم بدوي قال له ما تطلع يالا في ايه؟ قال له طب ما تطلع انت يابا. قال له انت مش راجل يالا ولا في ايه؟ ما تنشف كده وتاخد الحاجه وتطلع. الواد راح قايل له عليا النعمه يابا ما انا طالع، انت عايز تخلص مني ولا ايه؟ وانت مش عارف في فوق ايه ولا عامل نفسك مش واخد بالك؟ عم بدوي قفش جامد وبقى عمال يزعق وقال له ما تحترم نفسك يالا واتكلم كويس، وكان هيقوم يضربه بسببي. قلت له خلاص خلاص اهدوا في ايه بس، انا هطلع بالحاجه مش عايز حاجه من حد خلاص. وسبتهم ومشيت واخدت الحاجه على قلبي وطلعت على السلم وطلع عيني في اليوم ده. وفي نفس الوقت كنت مستغربه هو ليه كل اللي يسمع ان انا ساكنه في الدور الرابع يخاف، ومين فتحيه دي اصلا، وليه رضا ابن بدوي البواب دوت بيقول لابوه انت عايز تخلص مني اول لما قال له يطلع معايا. فتحت شقتي ودخلت الحاجه ورحت خبطت على مدام ناهد عشان افهم في ايه. اول لما فتحت الباب سلمت عليها وبعدين قلت لها بقول لك يا مدام ناهد هو مين فتحيه ديت اللي كانت ساكنه هنا قبلي؟ سكتت شويه كده وقالت لي ما هي فعلا بتاعت الحاج كامل. قلت لها طب امال مين فتحيه ديت؟ قالت لي فتحيه ديت كانت مأجره الشقه بتاعتك من سنتين. قلت لها طب هو ليه الناس كلها خايفه منها كده لما بتيجي سيرتها؟ ده الناس كلها خايفه تطلع معايا بس الشقه عشان توصلني. قالت لي ما هو العيب مش عليكم يا بنتي، العيب على الواطي اللي اسمه الحاج كامل دوت اللي خد فلوسكم وطلع يجري وما حكالكوش على اي حاجه. بس هقول لك ايه بقى قله ضمير. قلت لها انا مش فاهمه حاجه، ما تقولي لي يا مدام ناهد ايه مالها الشقه ديت وايه قصه الست فتحيه دي؟ قالت لي بص يا بنتي الشقه ديت كانت ساكنها واحده اسمها فتحيه العرجه. الست ديت كانت حاجه كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان الشيطان يقول لها يا ماما. قلت لها لا حول الله يا رب. ليه كده هي يعني ما كانتش كويسه مع الناس؟ قالت لي يا ريت. قلت لها امال هي كانت بتعمل ايه؟ قالت لي الست دي كانت شغاله في كله، دجل شعوذه سحر اسود خلوه مندل، ده لو عايزه تغبل واحد هتغبل امه وتوديه المورستان على رجل. الناس كلها كانت بتتجنبها على قد ما تقدر، لدرجه ان هم كمان كانوا بيقولوا يستحسن ان محدش يبص لها في عينيها. عينيها حتى كانت غريبه قوي، كانت شبه عيون الجن والعياذ بالله، سودا كده ومليانه ضلمه. مهم ان هي كانت متجوزه واحد اسمه انور. انور دوت كان راجل محترم وكمل وعنده ورشه نجاره على اول الشارع، كان عارف شغلها النجس الاسود دوت، وده طبعا كان السبب في ان هي ما بتخلفش، وهو ما كانش عاجبه اللي بيحصل.
بس كان مغلوب على امره وخايف يتكلم، لحد لما في يوم طقت في دماغه وقرر يتجوز على فتحية من غير ما تعرف، وكل دوت عشان يجيب حتة الواد اللي كان نفسه فيه. بس للأسف فتحية عرفت في نفس اليوم اللي هو اتجوز فيه. راحت له شقته الجديدة يوم الصباحية وقعدت تشرشح له ولمت الناس كلها عليه وعملت له فضيحة وسياحة، وحصلت خناقة جامدة يوميها لدرجة ان الأسطى أنور محسش بنفسه وطلع عن شعوره وراح مديها قلمين على صدغها قدام الناس كلها. ساعتها بقى فتحية وقفت قدام الشارع كله وقالت له طب ابقى وريني بقى شطارتك يا سيد الرجالة، انا بقى مش هخليك تنفع ولا ليا ولا لغيري، وهترجع لي في الاخر وتبوس رجلي قدام الشارع كله عشان ارحمك. انا هحرق قلبك الاول وبعد كده هخليك ما تنفعش ببصله. وسابته ومشيت. ومن يومها انور ما رجعش البيت وما سمعناش عنه اي حاجه. وعرفنا بعد كده ان مراته الجديده ديت حملت وبقت في الشهر الرابع، ومن يوميها عينك ما تشوف الا النور. البت اتجننت، حالها اتبدل فجأة، بقت تقوم من النوم بتصوت وتلم الناس كلها عليها. كانت قاعدة تقول ان هي بتشوف حاجات غريبة ماشية وبتعدي من جنبها، ومرة تانية تقول ان هي لما صحت من النوم لقت دود اسود كبير عمال يمشي على جسمها، ومن كتر ما هو كان كتير ما كانتش قادرة تقوم من على السرير. والغريب ان هي كانت ساعات بتبقى قاعدة كويسة ومفيش اي حاجة، ومرة واحدة تقوم تصوت وتلطم وتصرخ وتفضل تقول ما تسيبهمش ياخدوني، انا مش عايزة اروح معاهم، ارجوكم حشوهم عني. والحال بقى من سيء لأسوأ. مراته الجديدة ديت بقت بتختفي كتير، ولما كانوا بيدوروا عليها كانوا بيلاقوها نايمة في التراب عند مدافن عيلتها. الأسطى أنور لما لقى الموضوع كده خدها وقعد يلف بيها على المصحات وعلى شيوخ كتير، لدرجة ان هو دفع اللي وراه واللي قدامه، لكن ما كانش فيه فايدة ومحدش كان عارف عندها ايه. وحال البت بقى كل يوم بيتدهور عن اليوم اللي قبله، ووصل بيها الحال ان هي كانت بتطلع تصوت في وسط الشارع وتشق هدومها قدام الناس وتقعد تلطم على وشها وتشتم باقذر الشتايم. ده مش كده وبس، ده لما جوزها كمان كان بيحاول يشدها ويدخلها البيت ما كانش بيقدر عليها. كان رجالة المنطقة كلهم لازم يتجمعوا عليها ويكتفوها مع بعض عشان يعرفوا يدخلوها الشقة تاني. كان زي ما يكون جواها قوة 10 رجالة في بعض. الأسطى أنور كان متأكد طبعا ان فتحية هي اللي ورا كل دوت، بس رغم كده ما كانش عنده الجرأة ان هو يروح لها ويقول لها توقف اللي هي بتعمله دوت، لانه كان بيخاف ويترعب منها. لحد لما في يوم صحي الصبح على صويت وتفاجئ ان هو لقى مراته رمت نفسها من البلكونه، كانت عايزه تستريح من كتر العذاب اللي بتشوفه. وللأسف ماتت هي واللي في بطنها قبل ما تولد بشهر واحد بس. وبعد أسبوع الأسطى أنور راح لفتحية وعمل زي ما هي قالت بالظبط، بس على رجليها قدام الناس كلها، وبقى عمال يعيط ويترجاها إن هي تسامحه وترجعه يعيش معاها من تاني. بقى عمال يقول لها أنا هبقى خدام تحت رجليكي، والله العظيم آخر مرة هعمل كده. شاف كمية ذل في اليوم دوت ما شافهاش بني آدم، لحد لما سامحته وطلعته البيت معاها. بس تاني يوم على طول صحينا كلنا على مصيبة. الأسطى أنور ربط فتحية في الحمام وجاب جيركن بنزين ودلقوا عليها وولع فيها وهي حية، وبقى عمال ينده على الناس من البلكونة عشان يطلعوا يتفرجوا عليها وهي بتتحرق، وكان عمال يضحك بطريقة هستيرية وهو شايفها بتتعذب قدامه. أنور عمل كل دوت وكان عمال بيحاول يتذلل لها عشان ينتقم منها ويجيب حق مراته وابنه اللي ماتوا، وبعد كده رمى نفسه من البلكونة. ومن ساعتها يا بنتي والشقة دي مقفولة، وما بقاش في ولا واحد من المنطقة ولا عايز يأجرها ولا يشتريها ولا حتى يقرب منها. أنا ما كنتش مصدقة اللي بسمعه. قلت لها يعني الشقة ديت ممكن تكون كانت فعلا مسكونة وكل اللي بشوفه فيها دوت مش خيال وأوهام؟ قالت لي اهدي بس يا بنتي. انفعلت عليها وقلت لها وانت ما قلتليش ليه الكلام دوت أول ما سكننا؟ بصت في الأرض وما ردتش عليا. سبتها ساعتها ودخلت شقتي وهبت الباب في وشها. بقيت هتجنن ومش عارف اعمل ايه. طلعت رقم الحاج كامل وحاولت اتصل بيه، بس طبعا تليفونه كان غير متاح، والموضوع بقى واضح وضوح الشمس. الحاج كامل دوت لبسنا في الشقه وخلع، وده طبعا كان السبب ان هو باعها لنا بالرخيص وكان متصربع. ما كنتش قادر اقف ولا اتلم على اعصابي، فقعدت على السرير واتصلت بجوزي فيديو كول زي ما انا متعوده اكلمه. واول لما فتح شاف شكلي وانا بعيط ومنهاره، قال لي مالك يا هبه في ايه؟ قلت له الحقني يا فارس، الشقه اللي احنا سكننا فيها طلعت مسكونه، كانت مأجراها واحده دجاله وبتعمل فيها اعمال سفليه، وماتت كمان محروقه في الشقه جوه الحمام. قال لي يا نهار اسود، طب اهدي يا هبه، انا ساعه بالكتير مسافه السكه
وهكون عندك. قلت له اهدى ايه، انا مش هقعد في الشقه ديت ولا ثانيه واحده بعد النهارده، انا هنزل دلوقتي واستناك تحت في الشارع. وفي نفس اللحظه ديت حسيت بهزه قويه جدا في البيت كله، كان زي ما يكون زلزال قوي جدا، لدرجه ان التليفون وقع من ايدي قدام السرير. وطيت وجبت التليفون من على الارض، ولسه بقول للفارس كان في زلزال قوي جدا انت حسيت بيه، لقيت فارس وشه مخطوف وزي ما يكون مرعوب. قلت له مالك يا فارس في ايه؟ قال لي وهو صوته بيترعش تحت تحت. قلت له هو ايه اللي تحت؟ مش فاهمه. قال لي تحت السرير في حد كده وشه متشوه ولونه اسود. انا جسمي كله في اللحظه ديت بقى عامل زي حته التلجيه من كتر الخوف، قلبي بقى عمال يدق جامد وجسمي كله كان بيترعش. وقفت على السرير وبقيت ببص على المرايه بتاعت التسريحه قدامي عشان اشوف ايه اللي تحت السرير، واتفاجئت بشخص كان شكله بشع نايم تحت السرير. الشخص دوت جسمه كله كان متشوه ومحروق، وكان عمال يبص لي في المرايه بعينه اللي لونها احمر مخيف بس ما كانش بيتحرك. انا اول لما شفت المنظر دوت بقيت عمال اصوت بطريقه هستيريه، ورحت نطه من فوق السرير وطلعت اجري على باب الشقه. ولسه بحط ايدي على المقبض بتاع الباب عشان افتحه، سمعت صوت حد بيحط المفتاح في كالون الباب وزي ما يكون بيفتح الباب. فرجعت لورا بعيد عن الباب وبقيت سامعه صوت فارس من الموبايل كان عمال يقول لي هبه انت كويسه؟ بصيت له في الموبايل وقلت له في حد بيحاول يفتح باب الشقه بالمفتاح. قال لي طب اقفلي الباب بالترباس بسرعه. بس للاسف انا ما لحقتش. في نفس اللحظه ديت لقيت باب الشقه بيتفتح واتفاجئت ان اللي بيدخل منه. طيب لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات رايكم في القصه وتقولوا لي كمل. بس بجد خليني اقول لكم ان اللي جاي حرفيا جنوني، واللي فات بقى كوم واللي جاي كوم تاني. وقبل ما اقفل بس كنت حابب اشكر الكاتب بتاعنا محمود محمد الشهير بالقصاص، بجد جمدان. الراجل دوت يا جماعه حرفيا في كوكب تاني. ومش عايزين ننسى الحلم يا اشباح، مليون شبح جوه الكابوس مكملين ومع بعض ومفيش حاجه هتوقفنا. واشوفكم على خير في الكابوس الجاي.